عاطف. شادية، ازيك يا شادية؟ يا رب تكوني بخير. عاوزة برفان؟ أنا عندي تركيبة جديدة لعرسان الجداد، هتاكل من ريحتك حتة. بس انا مش عاوزه برفانات يا عاطف، وأنا ما عنديش حاجة أبيعها غيرها. عاوزه اتكلم معاك. ما عنديش كلام أقوله. عشان خاطري يا عاطف، انا محتاجه لك، عايزه اتكلم معاك. ما يصحش يا شادية، ما يصحش. أنا راجل بفهم في الأصول برضه، وأنت دلوقتي مخطوبة واحد غير. مش أنت بتحبيه؟ يبقى هو أولى روح اتكلمي معاه. والنبي خلينا نتكلم، واعتبرها اخر مره، عشان خاطر اي حاجه حلوه كانت بينا. ما بقاش فيه حاجة حلوة ولا وحشة بينا يا شادية. ارحميني بقى، سيبيني أشوف أكل عيشي. معلش، تعالى على عندك شويه. يا شوشو، خير يا روح. لما انت عايزه تشتري برفان ما قلتيش ليه؟ ايه اللي يخليكي تيجي المحلات المضروبه بتاعت التقليد؟ معلش، في ناس ما بيمشيش معاها غير التقليد، الأصلي ما بيلاقيش عليها. يلا يا يوسف. لا لا لا، يلا ايه؟ نمشي من هنا. اكسكيوز مي، في كلمتين بيني وبين عاطف لازم يتقالوا. اسمع يا طفطف، انا لو لمحتك بترمش لشادية بس هيبقى اخر يوم في عمرك، وانت عارف انا مين وممكن اعمل ايه. الراجل بطوله، مش اللي بيتحمى في أمه. وبقول لك إيه من الآخر كده، غرفة ضايقة، بدل ما أروح أقول لأمك وتمنع عنك المصروف يا يوسف. اوعى لا تكون فاكرني امريكاني. أنت بتمد إيدك عليا. احط فيك واصفيك ومفيش يلا يا فيك يوسف. ديه. تحط يلا فوق. سبت جه الحق، سبت بيتنجم عليا في المحل لوحدي. اهدى شويه يا استاذ يوسف، سيبنا حل انا. اديله بالقلم. اوعى يا عم، ما ينفعش. اوعى يا عم. خد الشادية يا احمد. طب اهو شادية. انت بتمد ايدك عليا. ايه اللي انت عملته ده؟ ما انت اللي قلت لي يا ما سعد. ينفعش تقول له يا عاطف. اهو شادية اهو. بقول لك ايه يا عم، ما تخلينيش اعملها معاك. ده قصده عليك انت يا سبتي. طلبها ونالها. ليه ده قليل الادب، مش متربي، ده انا ابن ناس. طلبها ونالها. ده ما يعزش عليه حد ده. طب نحط بقى المسافات، عشان المسافات بتظبط المقامات. ايه ده؟ انت قلت دي لازم ترجع خطوتين عشان ده بيطير ويحور. حوره في وشه، حوره في وشه. بقول لك ايه، انا اللي صرفته في التهريج تصرفه سنين في الخليج. الله يا سبتي، حوره بقى في وشه بسيطة. يعني هتتعدى حدودك هلغي وجودك يا سبتي يا جخ، عوضه يا بقى. عم بقى.